السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. ان شاء الله النهارده هنسمي الله ونبدأ وصفة لذيذة وجميلة وسريعة وسهلة وكل مكوناتها عندنا في البيت ان شاء الله. هنعمل الكريم كراميل. دلوقتي احنا بنكرمل سكر. احنا جبنا طاسة هنحط فيها نص كوباية سكر. تمام، زي ما انتم شايفين كده الاطراف هتبدأ تلون معانا. هنحاول بس نحرك كده بحيث ان السكر كله يدوب. انا عايزاكم بس تمشوا معايا بالخطوات كده اللي في الفيديو بالظبط. لو مشيتوا عليها مظبوط والله اوعدكم انكم هتاكلوا احلى كريم كراميل كلتوه في حياتكم. دلوقتي السكر اهو بيدوب. ناخد بالنا في المرحله دي من حاجتين. اول حاجه ان اللسعه هنا وحشه جدا، ربنا يكفيكم الشر يا رب. وتاني حاجه ان في يعني في سنه ما بين اللون المظبوط واللون اللي هو ممكن يدينا مراره في الكريم كراميل. فاحنا عايزين نتجنب ده. اول ما يلون اللون مظبوط نوقف النار ونصبه على طول في القالب اللي احنا هنعمل فيه الكريم كراميل. ما نسيبوش في الطاسه اللي هي السخنه، لان هو هياخد لون من الحراره يعني. تمام، دلوقتي احنا صبيناه في القالب اللي احنا هنعمل فيه الكريم كراميل. هنركن بقى القالب ده كده على جنب لحد ما نعمل الكريم كراميل. هنعمله كله في الخلاط. انا عندي مضرب بس انا حبيت اسهل الدنيا على الناس، فهنعمل كله في الخلاط زي ما انتم شايفين. تمام، هقول لكم دلوقتي المقادير. المقادير سهله جدا وبسيطه. المقادير عبارة عن 4 بيضات وأربع أكياس فانيليا وربع كوب سكر ونص لتر حليب، أو يعني نص كيلو يعني لبن أو حليب في بعض البلاد. دلوقتي هننزل بالبيض واحدة ورا التانية. تمام، زي ما انتم شايفين 4 بيضات. هنضرب الأربع بيضات مع الأربع أكياس فانيليا. تمام، وهننزل بالربع كوب سكر جوه الخليط. واخر حاجة خالص احنا هندفي بس الحليب علشان يعني ناخد يعني احسن نتيجة بتطلع بقى لما ندفي الحليب. الوصفة كريمي وناعمة وناعمة ما فيهاش اي فراغات. وهنزود معلقة خل، ده كمحسن كده وكمان بيمنع الزفارة يعني. هنضرب كله في الخلاط. لازم نتأكد ان السكر داب، وكده كده هيدوب لان احنا حاطين برضو اللبن دافي، فما تقلقيش من الحتة دي. زي ما انتم شايفين المراحل. معلقة الخل كده، حطينا البيض والفانيليا والخل. هننزل دلوقتي بالربع كوب سكر بالظبط كده. اخر خطوة خالص هننزل باللبن بعد ما دفيناه. هننزل دلوقتي بالحليب. درجة الحرارة بقى تبقى عبارة عن ايه؟ الاول هنجيب صينية. تمام، وهنحط فيها لحد نص القالب كده نملاها مية دافية او مية سخنة يعني. ونبقى مسخنين الفرن على درجة 180 درجة 180 في الرف الأوسط. من غير ما بغطي الوش ومن غير ما بعمل أي حاجة، الموضوع سهل جدا. هندخلها الفرن وبس كده. هنسيبها في حدود ساعة حسب كل واحد ودرجة حرارة الفرن بتاعته. ساعة كده، ساعة الا ربع. بنبدأ نختبرها زي الكيك كده بسكينة من النص. السكينة طلعت نظيفة خلاص يبقى هي كده استوت. تمام، دلوقتي أنا بزود المية. لازم تبقى مية سخنة.
لحد نص القالب كده، او يعني ربع، ازيد من ربع بشويه. ندخلها الفرن. طلعت دلوقتي والنتيجه والله تحفه وهم. هتشوفوا دلوقتي معايا نقلبها. طبعا بنسيبها الاول تدخل التلاجة وتستريح خالص وتسقع والدنيا تبقى تمام، يعني مش بنقلبها خالص وهي سخنه. هقطع دلوقتي حته قدامكم، ناعمه جدا، ما فيهاش اي فراغات، وكريمي، وبصوا سكر مظبوط ولا غلطه. اتمنى تجربوها وتقولوا لي كده رايكم في الكومنتات، وان شاء الله تنول اعجابكم. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.